من زمان جدا ومن أول ما البشر عرفوا الألعاب، والعرايس دايما كانت من أكتر الحاجات اللي الأطفال بيحبوها. بس حكايتنا النهاردة مش عن عروسة عادية، حكايتنا عن عروسة ملعونة واسمها أنابيل. القصة دي حصلت سنة 1970، في وقت كانت في جماعات وعبادات غريبة وبتنتشر بشكل مرعب يوم بعد يوم، والعروسة دي على حسب اللي اتقال كانت نتيجة تجربة من النوع ده. فالنهاردة هنحكي لكم أحداث فيلم أنابيل. في بداية القصة بنشوف بنتين اسمهم ديبي وكاميلا، ودول بقى شغالين ممرضين، وحياتهم كانت ماشية عادي جدا لحد ما فجأة بدأت تحصل حاجات غريبة جوه البيت اللي قاعدين فيه، حاجات بتخوف فعلا وتخلي أي حد يشك إن في حاجة مش طبيعية. ومن هنا بقى راحوا يتكلموا مع المحققين المشهورين في الأمور الخارقة، المحقق آت ولورين وران، والاتنين فعلا راحوا البيت. وفي الأول الكل افتكر إن العروسة مجرد لعبة عادية، بس المشكلة بقى إن من ساعة ما العروسة دخلت البيت والرعب بدأ. مرة لقوا ايديها ورجليها ملتويين بشكل مستحيل، ومرات كانوا يلاقوا راسها متحركة في اتجاه تاني. وفي ليلة حطوا العروسة دي في غرفة معينة وناموا، ولما صحيوا الصبح لقوها في غرفة تانية وكأنها قامت من مكانها ومشيت لوحدها. فكاميلا قررت تستعين بواحدة بتتواصل مع الأرواح، وعرفت منها إن الروح اللي جوه العروسة دي لبنت اسمها أنابيل هيجنز، والبنت دي أهلها ماتوا من زمن، وبعد موتهم عاشت في وحدة، والروح دي بقى كانت عاوزة تكون صاحبتهم، وحسوا إنها مجرد روح مسكينة محتاجة الحب والاهتمام، فسمحوا لها إنها تدخل حياتهم من غير ما يعرفوا إن القرار ده هيبقى أكبر غلطة عملوها، لأن اللي بدأ كتعاطف اتحول بالتدريج لكابوس أسوأ من الموت. وبعد كده القصة بترجع بينا لسنة ورا، وبنكون دلوقتي في سنة 1970 في مدينة سانتا مونيكا بكاليفورنيا، وفي كنيسة كاثوليكية هادية. الأب بريس كان بيلقي موعظة وبيتكلم في أمور دينية، وكان موجود وقتها زوجين لسه متجوزين جديد، مايا وجون، وكان قاعد جنبهم جيرانهم السيد والسيدة هيجنز. مايا كانت حامل وجاية الكنيسة تدعي إن طفلها يجي بخير وسلام. وبعد ما اللقاء الديني خلص والناس بدأت تمشي، السيد هيجنز نادى على مايا وجون واتكلموا مع بعض شوية بشكل عادي، لكن فجأة السيد هيجنز بان عليه القلق وطلب من مايا تروح تشوف مراته شارون. ولما مايا راحت لها، شارون فهمت إن جوزها هو اللي بعتها، وكان واضح جدا إنها خايفة من حاجة، والسبب بقى إن بنتهم أنابيل اختفت من البيت من سنتين، والشرطة لحد دلوقتي ما عرفتش توصل لها. وبعدها الكل رجع البيت، وقبل ما يمشوا السيدة هيجنز بتقول لميا طفلك الجاي هيكون مبارك، ونبهت على جون ياخد باله من مراته. وفي طريق الرجوع للشقة ميا قالت لجون وهي متوترة إنهم ما كانوش المفروض يقولوا خبر الحمل، وخصوصا لآل هيجنز، لأن بنتهم مفقودة من سنتين. فجون حاول يهزر وقال يمكن بنتهم هربت مع صاحبها، لكن الكلام ده ما طمنش مايا خالص، بالعكس زود قلقها أكتر. وبالليل مايا كانت قاعدة على ماكينة الخياطة وبتتفرج في نفس الوقت على تقرير في التلفزيون عن جماعات بتعمل طقوس غريبة وجرايم بشعة بيعملوها، وجون كان قاعد قريب منها وبيشتغل، وطلب منها تقفل التلفزيون علشان يعرف يركز، وفعلا قفلته وراحت وقفت قدامه. وجون قال لها بخوف ما تتفرجيش على الأخبار دي أرجوكي، ممكن تتعبك نفسيا، وده برضه ممكن يأثر على البيبي. وهنا القصة بتوضح لنا يعني إيه جماعة بتعمل طقوس. ببساطة كده دي جماعة بيبقوا مؤمنين بشكل أعمى بفكرة معينة أو شخص أو معتقد، ومن زمان جدا النوع ده كان موجود بأشكال مختلفة، بس في جماعات بتبقى أخطر بكتير وبتوصل لجرائم وكوارث. المهم نرجع للقصة. جون جاب لمايا هدية، ولما فتحت العلبة اتفاجأت جدا، كانت عروسة كبيرة وجميلة، وخدت العروسة وحطتها بعناية جنب باقي العرايس اللي هي بتحبهم، وكأنها بقت أغلى قطعة عندها. بس هم طبعا ما كانوش يعرفوا إن العروسة دي بالذات هتقلب حياتهم لرعب. وفي نص الليل ومايا وجون كانوا نايمين، الجو بيكون برد جدا والهواء داخل من الشباك زي الرصاص، وحتى الجو حواليهم وجيرانهم الجو كله كان ساكت، لحد ما فجأة السيد هيجنز صحي من النوم بشكل مفزوع، وفي نفس الوقت مراته اتحركت بسرعة ناحية التليفون وبتكون مرعوبة جدا وكأنها بتحاول تلحق حد. وفجأة من غير أي مقدمات بقعة دم اترشت على الشباك، وراجل مرعب ماسك سكينة بيجري ناحية السيدة هيجنز، فبتصرخ جدا، وفي لحظة نور البيت كله اتقطع والظلام سيطر على المكان كله. وهنا مايا بتصحى مفزوعة على صوت الصرخة اللي جاية من بيت جيرانهم، فهزت جون بسرعة وقالت له أنا سمعت صرخة مرعبة من عند الجيران، قوم بسرعة نشوف في إيه. فقال لها أنت تفضل جوه الغرفة وأنا هروح أشوف في إيه. طب أكلم الشرطة؟ لا استني، وأتمنى يعني تستخبي في مكان علشان ما يحصلش أي حاجة. وبيخرج فعلا ناحية بيت آل هيجنز، والدنيا كانت ساكتة بشكل مرعب، مفيش غير صوت الهواء وانباح الكلاب بعيد. أما مايا فكانت بتترعش من الرعب وبتنادي على جون مرة ورا التانية، فالخوف غلبها وقررت تقرب من البيت. وفجأة الباب المظلم اتفتح وطلع جون، وأول ما شافته لقيت القميص ودم والخوف مالي وشه،
وجون قال بصوت مخنوق اتصل بالإسعاف. فعلى طول فورا وهي خايفة بتطلب الإسعاف، وفي وسط الهدوء المرعب ده كان في بنت بتمر من وراها لابسة فستان أبيض وشعرها منكوش. وبعد ما خلصت المكالمة رجعت للغرفة وهي منهارة، وفجأة وسط السكوت ده سمعت صوت حد بيهمس ودنها: أنا بحب عروستك. وفي لحظتها ما اتجمدت من الرعب، ولما بصت لقيت البنت ماسكة العروسة اللي جون كان جايبها لها. والصدمة كانت إن البنت دي هي أنابيل، بنت آل هيجنز. ومن الباب الخلفي أنابيل بدأت تقرب من مايا ببطء، ومعاها راجل هدومه كلها دم وماسك سكينة حادة. وفجأة حد مسك رقبة مايا من ورا بعنف، وهي بدأت تقاوم وهي مخنوقة. وفي نفس اللحظة الراجل غرز السكينة في بطنها، والراجل ده بقى كان حبيب أنابيل. والاتنين كانوا قتلوا السيدة والسيد هيجنز بوحشية دموية. ولما جون شافهم بالصدفة بقى شاهد، فهم ما كانوش عاملين حسابه، فقرروا بقى انهم يخلصوا منه هو ومايا كمان. لكن في اللحظة المناسبة جون دخل وهجم على حبيب أنابيل لحد ما السكينة بتقع على الأرض، وأنابيل جريت تمسكها وتحاول تهجم على مايا. لكن جون لحقها وزقها بقوة فطارت بره الغرفة ووقعت. وفي نفس الوقت حبيبها هجم على رجل جون من ورا. أما أنابيل فجريت بسرعة على غرفة الطفل وقفلت الباب عليها، وبعدها بقى انتحرت جوه الغرفة. ولما الشرطة وصلت ولقت الفوضى دي واقتحموا الغرفة ولقوا جثة أنابيل، على طول بيرنوا على الطب الشرعي. ووقتها مايا وهي رايحة المستشفى كانت في حالة صعبة مش مستوعبة اللي حصل، لكن خدت بالها من منظر مرعب. أنابيل كانت دابحة نفسها، وفي إيدها كانت العروسة اللي جون جايبها لها، وجنبها بقى رمز شيطاني غريب. والأبشع من كده إن نقطة دم من جثة أنابيل نزلت على عين العروسة. ومن هنا الخبر انتشر بسرعة رهيبة، الصحافة اشتعلت والناس كلها بقت مرعوبة، والتحقيقات كشفت الحقيقة الصدمة: أنابيل وحبيبها كانوا مرتبطين بجماعة شيطانية، وأنابيل موتت أهلها علشان تقدم أرواحهم قربان للشيطان. وكل اللي حصل كان جزء من طقس مرعب. وفي المستشفى جون أخد مايا علشان يطمنوا على البيبي، والدكتور قال إن مفيش إصابة جسدية مباشرة للطفل، لكن في علامات إرهاق وتوتر واضح. يعني من الآخر اللي حصل مأثر عليهم جامد. وبعدها في ليلة متأخرة الساعة كانت حوالي 3:30 بالظبط، الغرفة ساكتة ومايا وجون نايمين. وفجأة كده صوت ماكينة الخياطة اشتغل لوحده من الغرفة اللي جنبهم. فجون قام بكل حذر ومسك مضرب البيسبول اللي كان سايبه جنبه وبدأ يقرب من الصوت. ولما دخل الغرفة ولقى ماكينة الخياطة شغالة لوحدها مع إن مفيش أي حد هناك، راح ناحيتها بكل هدوء وفصلها من الكهرباء. لكن لما حب يقفل باب غرفة الطفل لقى الباب مفتوح والعروسة مش في مكانها، فحاول يقفل الباب لكنه ما كانش بيتحرك. ولما بص ورا الباب لقى العروسة واقعة على الأرض مع إنها كانت محطوطة على الكرسي، وعلى طول بيشيلها وبيرجعها لمكانها وقفل الباب وخرج. لكن طبعا الإحساس إن في حاجة غلط ما كانش سهل يروح من باله. وتاني يوم الصبح جون بيروح الشغل ومايا بتفضل لوحدها في البيت قاعدة بتتفرج على التلفزيون وبتخيط هدوم صغيرة للبيبي. وفجأة بقى كده شاشة التلفزيون بدأت تشوش وبعدها قفلت لوحدها. وفي نفس اللحظة سمع صوت كرسي هزاز بيتحرك ببطء، والصوت كان جاي من غرفة الطفل. فمايا قامت وقربت من الباب واحدة واحدة، لكن أول ما وصلت الصوت اختفى والكرسي الهزاز كان واقف ساكن تماما، والعروسة قاعدة عليه من غير أي حركة وكأن مفيش حاجة حصلت. ولما جون رجع من الشغل كان جايب لها مع أكلها المفضل وشوية فشار كان بيحاول يهون عليها، وبعدين قال لها إنه بيفكر يسيبوا الشقة دي خالص. ومايا على طول بتوافق على فكرة النقل. كانت حاسة إن تغيير المكان ممكن يبعدهم شوية عن الصدمة اللي عاشوها. وجون طمنها وقال لها إن المحقق كلارك شغال بجد على قضية أنابيل، وإن الشرطة بتحاول تفهم كل حاجة من أول وجديد. وفي نفس اليوم مايا قررت تتخلص من العروسة نهائي وخدتها ورمتها برا البيت وكأنها عاوزة تقفل الباب على الكابوس ده للأبد. لكن المشكلة بقى إن الحاجات دي عمرها ما بتخلص بالسهولة دي. وبالليل المحقق كلارك ظهرهم في البيت وكان بيتكلم معاهم عن القضية، وقال لهم إن التحقيقات أكدت إن أنابيل وصاحبها كانوا تابعين لجماعة شيطانية، وإن بسبب الطقوس اللي كانوا داخلين فيها عملوا الجرائم البشعة دي. الكلام ده خوف مايا وجون أكتر لأن الصورة بقت أوضح وفي نفس الوقت أرعب. وبعدها جون دخل المطبخ يعمل فشار، ولما رجع لقى مايا نامت قدام التلفزيون، فراح ساب الفشار على البوتاجاز وقفله وخرج لأن الليلة دي كان لازم يسافر لشغل يومين. بس كان متوتر جدا من فكرة إنه يسيب مايا لوحدها وهي حامل. وهنا بقى بدأ كابوس جديد. مايا كانت قاعدة مسترخية بتتفرج على التلفزيون وبتخيط كالعادة، وفجأة من غير أي حد موجود البوتاجاز اشتغل لوحده. الفشار اللي كان جون سايبه من الليلة اللي قبلها بيكون لسه موجود، وحرارة البوتاجاز بدأت تعلى واحدة واحدة، وريحة الشياط انتشرت في المكان كله. لكن مايا كانت مركزة أوي في الخياطة والتلفزيون ومش واخدة بالها من أي حاجة، لحد ما فجأة صباحها دخل تحت إبرة ماكينة الخياطة بالغلط، فقامت بسرعة وراحت للحوض تغسل إيدها. لكن في الوقت ده الوضع في المطبخ كان بقى خطير، والريحة زادت لدرجة إنها أخيرا خدت بالها
فعلى طول بتجري على المطبخ، وأول ما وصلت اكتشفت إن النار بدأت فعلا وبتنتشر بهدوء في البيت كله. كانت لوحدها تماما، ومن شدة الدخان الجو بقى يخنق، وفي لحظتها خبطت في كرسي وقعت على الأرض وبدأت تصرخ وتستنجد بأي حد. بس الصدمة كانت أكبر، وكأن قوتها كلها راحت منها مرة واحدة، فبدأت تزحف على الأرض وتحاول تبعد لحد ما قوة خفية مسكتها من رجليها وبدأت تجرجرها ناحية المطبخ. ومايا كانت بتصرخ برعب هستيري: الحقوني، حد ينجدني. فساعتها الجيران سمعوا صوتها وجريوا عليها، وبعدها أخدوها على المستشفى. وأول ما الخبر وصل لجون رجع بسرعة عليها وقف جنبها وهو مكسور وبيعتذر لها: أنا آسف، ما كانش ينفع أسيبك. لكن فجأة مايا بصت له وقالت له: بص وراك. وفي اللحظة دي بتدخل الممرضة وهي مبتسمة وبتبارك ليهم، لأن مايا بسبب الصدمة دي ولدت ولادة مبكرة. وجون شال بنته الجديدة بين إيديه ودموعه نزلت من الفرحة والتأثر. يعني وسط كل الرعب ده طفلتهم جت للدنيا بسلام. وبعدها مايا وهي بتعيط بدأت تحكي اللي حصل لها. وبعد الحادثة دي قرروا يسيبوا الشقة دي نهائي وينقلوا لمدينة صغيرة في كاليفورنيا. وبالفعل بعد ما نقلوا عدى عليهم كام سنة من غير أي مشاكل واضحة، وعاشوا هما الاتنين بهدوء مع بنتهم الصغيرة اللي بيكون اسمها ليا. وفي يوم هما في الكنيسة الأب بيريس كان بيدي موعظة وكلام ديني كالمعتاد، وكان كل شيء شكله رجع طبيعي، أو على الأقل ده اللي هما فاكرينه. وبعد ما استقروا في البيت الجديد كانوا بيفضوا الكراتين وبينزلوا العفش، وفجأة من وسط صندوق قديم بتظهر نفس العروسة اللي كان جون متأكد إنه رماها في الزبالة. فبيتصدم جدا، أما ماي قالت له يمكن جاب بالغلط وسط الحاجات اللي احنا نقلناها. لكن جون كان فضل خايف منها، ورغم كده ماي قررت تحتفظ بيها مؤقتا. وفي نفس اليوم مايا نامت على الكنبة وهي بتتفرج على التلفزيون، وفي السرير الصغير اللي جنبها ليا كانت نايمة بعمق. وفي لحظتها إشارة الدش قطعت، وفي نفس اللحظة جوه غرفة ليا بيظهر طيف أبيض شكله شبه أنابيل بشكل مخيف. والشكل ده قرب ببطء من سرير الطفلة، ولما وطت راسها تبص عليها ليا صحيت فجأة وبدأت تصرخ وتعيط. بس بعدها كل حاجة بترجع طبيعية. وبعدها مايا خرجت مع بنتها ليا في العربية الصغيرة بتاعت الأطفال وبتروح على مكتبة صغيرة. ولاحظت ما هي نازلة السلم لفت نظرها ولد وبنت صغيرين قاعدين بيرسموا. فالمشهد ده شدها بشكل غريب وقررت تقرب منهم وتتكلم معاهم. لكن الولد قال لأخته حاجة وكأنه منعها تتكلم مع أي حد غريب. فمايا بصت للبنت الصغيرة وسألتها عن اسمها، والبنت كان باين عليها إنها عايزة تتكلم لكنها مش قادرة. وعلى طول مايا سابتهم ومشيت ودخلت المكتبة بعد ما سابت ليها في العربية بره. وأثناء وقوفها وقع نظرها على كتاب عنوانه مرحبا بالشيطان. وفي اللحظة دي خرجت ست من جوه المكتبة اسمها إيفلين، وهي صاحبة المكان. فإيفلين سألتها: هو انتوا لسه ناقلين على شقة بالماري؟ فمايا قالت لها: فعلا احنا لسه ناقلين جداد. وفي طريق الرجوع مايا خدت بنتها وبدأت تطلع للسلم تاني، وساعتها شافت ورقة مرسومة مرمية على السلم. فشالتها ولقيتها رسمة جميلة، والرسمة فيها أم ماشية ومعاها طفلة في عربية صغيرة. لكن بعد كام درجة على السلم بتلاقي رسمة تانية، والرسمة دي بقى كانت بتخوف شوية. نفس الأم ونفس العربية، لكن في عربية سريعة جاية عليهم، والموضوع بدأ يبقى غريب بالنسبة لها. وبعد شوية ورقة تالتة وقعت قدامها، ولما مايا شالتها اتجمدت مكانها من الرعب، لأن في الرسمة الأخيرة العربية دي خبطت العربية بتاعت الطفلة بعنف والطفل مات. وبالليل لما جون رجع ومايا وريته الرسومات اللي لقيتها على السلم، حاول يهون عليها وقال لها: يا ست يمكن غالبا مجرد رسومات عادية، وعادي يعني الأطفال ساعات بيرسموا حاجات مرعبة. وحاول يطمنها أكتر وقال لها: أنا من بكرة هخلص شغل بدري وهرجع لك بسرعة، تمام؟ لكن اللي حصل بعدها ما كانش يطمن نهائي. في الليلة اللي بعدها ما كانت بتتعشى وهي سامعة موسيقى، وبعد ما خلصت قفلت الموسيقى وراحت المطبخ ترتب الأطباق. لكن ساعتها جسدها كله اتشل من البرد. الموسيقى اشتغلت تاني وقفلت لوحدها، ومايا بين الفضول والخوف بدأت تقرب من الشباك واحدة واحدة. ولما وصلت له حطت ايديها اللي بتترعش على الأزاز، بس ساعتها من قوة الرياح وقعت على الأرض. وما كانتش مستوعبة الرياح دي جت منين، لأن الجو يعتبر عادي. ولما فتحت عيونها شافت بنت عندها حوالي 10 سنين لابسة أبيض وبتجري من بره الشباك بسرعة مش طبيعية وبتدخل الغرفة. وبعدها مايا حكت لجون كل اللي حصل، فجون قال إن لازم يروح يكلموا الأب بريس. وفعلا تاني يوم الصبح قابلوه في الكنيسة، والأب بريس قال لهم إنهم عدوا بحادثتين كبار ومع ذلك ربنا نجاهم، فلازم تفضلوا متمسكين ببعض. لكن في نفس اليوم جون ما قدرش يقعد في البيت، كان عنده نبطشية ليل في المستشفى، وده طبعا خلى مايا تقضي الليلة دي لوحدها. والليلة دي كانت الدنيا فيها مطر، فمايا نيمت بنتها وبعدها نزلت للدور الأرضي ناحية المخزن. ركبت الأسانسير عادي وحطت شوية كراتين في المخزن، وبعدها وهي راجعة سمعت فجأة صوت طفل بيعيط. فبصت حواليها ما كانش في أي حد، وحاولت تقنع نفسها إنه يمكن تكون تهيؤات. لكن بعدها مباشرة سمعت صوت تاني، وفجأة عربية أطفال بدأت تتحرك لوحدها، وبعدها سمعت زي ما يكون في أطفال بتصرخ، والصريخ ده جاي من نفس المكان.
فمايا وهي ماسكة كشاف بدأت تقرب ببطء ناحية العربية، ولما وصلت شافت طفل بيعيط تحت فوطة كلها دم، والفوطة دي كانت بتتحرك. فمايا شدتها بسرعة، لكن الصدمة إن ما كانش في أي حد تحتها أصلا. وفي نفس اللحظة الصوت وقف، وبعدين على طول إيدين سودا مسكت إيد مايا بانف، فصرخت وجريت بأقصى سرعتها ناحية الأسانسير. لكن الأنوار ساعتها كانت طفت، والظلام ملا المكان، والأسوأ بقى إن في شيطان مرعب كان بيجري وراها. ولما باب الأسانسير اتقفل وبصت على إيدها، لقيت عليها نفس الرمز، نفس العلامة اللي كانت مرسومة بالدم جنب أنابل وقت ما ماتت. ولما باب الأسانسير اتفتح افتكرت إنها وصلت للدور بتاع شقتها، لكن لقيت نفسها لسه في الدور الأرضي، فبتضغط على طول على الزرار تاني، لكن الباب كان بيقفل وبيفتح على نفس المكان اللي هي فيه، وكأنها محبوسة في دايرة مرعبة ملهاش نهاية. وفجأة نور الأسانسير بدأ يقطع، فاضطرت بقى تنزل وتدور على أي مخرج، والظلام حواليها من كل مكان. وبعد شوية بقى شافت علامة الخروج الحمراء، فبتجري عليها. ولما فتحت الباب وبدأت تطلع السلم سمعت بنتها ليا بتعيط من فوق، وفي اللحظة دي اتجننت وطلعت تجري على السلم وهي خايفة عليها، بس اتكعبلت ووقعت. ولما بصت تحت شافت من إضاءة البرق الإيدين السوداء بتاعت الكيان ده كانت بتطلع وراها بشكل مرعب، وكل ما تبص وراها بتلاقي الكيان ده باصص ليها بنظرة مرعبة وطالع منه صوت يخوف جدا. فمايا كانت عمالة تصرخ وتستنجد بحد لحد ما وصلت أخيرا وفتحت الباب ودخلت الشقة. لكن حتى بعد ما أنقذت نفسها كانت العلامة الشيطانية دي لسه على إيدها. وتاني يوم الصبح وهي بتترعش فكت الضمادة من على إيدها ببطء، ولقيت إن إيديها صافية تماما ما فيهاش أي علامة، وده عكس امبارح، العلامة كانت موجودة فعلا. وده بقى خلاها تخاف أكتر، لأن كأن الحاجة دي بتظهر وتختفي بمزاجها. وبعد اللي حصل بتقرر تحكي كل حاجة للمحقق كلارك، وطلبت منه يجي البيت. وفعلا كلارك وصل بعد شوية وبص لها باستغراب وقال أنا متفاجئ إنك طلبتني دلوقتي، خصوصا يعني إنك في الشقة القديمة ما كنتش عاوزة تتكلمي في أي حاجة تخص أنابل. لكن مايا قالت له إنها دلوقتي عاوزة تعرف كل حاجة، وكلارك قال لها إنه وصل لمعلومة جديدة أثناء التحقيق، وطلع لها صور لأنابل وهي طفلة وصور تانية وهي كبيرة قبل ما تدخل الجامعة الشيطانية دي. وأول ما مايا شافت صورة أنابل وهي صغيرة افتكرت فورا البنت اللي دخلت غرفتها الليلة اللي فاتت. وهنا بقى كلارك قال الحقيقة الأهم، إن اللي عملوه ما كانش بس علشان يقدموا أرواح للشيطان، الهدف الحقيقي كان أخطر من كده بكتير، كانوا عاوزين يصحوا قوة شيطانية. فمايا اتصدمت وسألته يعني إيه وليه يعملوا كده أصلا، فرد عليها إنهم كانوا عاوزين يبقوا زي الشيطان ويتحولوا هم نفسهم لشياطين. ولما سألته عن اسم الجماعة دي قال لها اسمهم أتباع الكبش، وكمان قال إن الرمز اللي أنابيل كتبته بالدم معناه تقديم الروح كقربان وإيقاظ الشيطان. وبعد الكلام ده ما راحت المكتبة وسحبت كتاب قديم وغامض، وبينما هي مركزة فيه ظهرت إيفلين بهدوء وبصت لميا بابتسامة هادية وقالت لها أقدر أساعدك في حاجة؟ لا مفيش حاجة أنا بس بتفرج. بس إيفلين وقفتها وقالت لها بنبرة فيها جدية أنا أكبر منك وشوفت حاجات كتير في حياتي والتفاصيل الصغيرة بتخليني أفكر. وبعد لحظة صمت مايا أخيرا اتكلمت، قالت لها إنها متأكدة إن في حاجة مش طبيعية بتحصل في حياتهم وكأنهم عايشين جوا مكان مسكون. أنا عارفة إن ده ممكن يبان لك جنون، بس ده اللي أنا حاساه بجد. هو أنت بتؤمني بالحاجات دي؟ إيفلين قالت لها أنا مريت بتجارب شبه دي قبل كده وغيرت حياتي تماما. وبعدها إيفلين راحت مع مايا لبيتها وهناك بدأت تشرح لها الأرواح العادية غير الجماعات الشيطانية. الروح غالبا بتفضل في مكان حصل فيه حادث مرعب زي اللي حصل في بيتك القديم مثلا. فمايا قالت بقى لأ بس إحنا سيبنا البيت ده خلاص. فإيفلين بصت لها بنظرة قوية وقالت لها دول هدفهم يقدموا أرواح بشرية للشيطان ومش هيقفوا غير لما ينجحوا. وبعدها إيفلين سلمتها الكتاب اللي اسمه مرحبا بالشيطان، وقالت لها كل الإجابات اللي بتدور عليها جواه. وفجأة مايا خدت بالها من جرح قديم باين في كف إيفلين، فإيفلين بسرعة خبت إيديها وبعد لحظة طلعت سلسلة من رقبتها، والسلسلة دي جواها صورة بنت صغيرة. وبصوت كل ألم قالت لها اللي في الصورة دي بنتي روبي، ماتت في حادثة عربية وهي في سنك تقريبا. ولما السلسلة دي بتكون معايا بحس إني بسمع صوتها وبحس إن ربنا سايبني عايشة لهدف معين. مايا كانت ساكتة ومتأثرة بكلامها، ولما وصلوا تحت العمارة مفتاحها وقع من على الأرض، ولحظة ما هي بتوطي بتجيبه سمعت صوت همسة واطية جدا بتقول كلمة واحدة بنتك ليا. فجسمها كله أشعر وبصت حواليها بسرعة مفيش حد. اللي همس في ودني ده يا ترى عاوز إيه من بنتي؟ وفجأة عربية الطفل بتاعت ليا بدأت تتحرك لوحدها لورا وكأن في حاجة بتشدها. فميا بصت في ازاز قريب وشافت انعكاس مرعب، شافت انابيل واقفه وماسكه العروسه، وفي لحظه عربيه نقل خبطت العربيه بعنف رهيب والعربيه اتدمرت خالص. فميا دموعها نزلت وما كانتش فاهمه ايه اللي بيحصل، وبصت على الارض لقيت كتاب مرحبا بالشيطان واقع، وساعتها افتكرت رسومات الاطفال وكأن كل الرسومات اللي شافتها اتحققت. ولما رجعت البيت بدأت تقرأ في الكتاب وليا كانت قاعدة على الأرض بتلعب.
المهم كل صفحة في الكتاب كانت بتفتح الرعب الباب أكبر، وهو بيشرح إزاي بيتم تقديم الأرواح للشيطان. وفجأة عينيها وقعت على نفس الرمز، نفس العلامة اللي شافتها قبل كده جنب جثة أنابل واللي ظهرت على إيديها. وكملت تقليب ولقيت الحقيقة الأصعب، إن تقديم روح طفل بريء ممكن يكون السبب في إيقاظ القوى الشريرة دي. وساعتها قلبها وقع وبصت على بنتها الصغيرة، فقامت بسرعة حضنتها وفضلت تطبطب عليها. لكن فجأة صوت الكرسي الهزاز بدأ يطلع من جوه البيت، فمشيت ورا مصدر الصوت بس ما كانش في أي حاجة. وفي نفس اللحظة بابين اتقفلوا لوحدهم بعنف، فمية بصت من تحت الباب وشافت خيال لحاجة ماشية ببطء، وفجأة كده الكتاب وقع من الرف لوحده والرعب بدأ يزيد. مية مسكت الكرسي وكسرت قفل الباب، ولما لفت شافت العروسة طايرة في الهواء وبراها ابتسامة شيطانية مرعبة، فمية صرخت وجسمها كله اتجمد من الخوف. وفي نفس الوقت جون كان راجع من المستشفى وسامع صوت صرخة من عند السلم، فجري بسرعة واللي شافه كان فوق أي تصور. وبعد كده قرروا إنهم يجيبوا الأب بريز للبيت علشان يطهروا. وأول ما دخل طلب يشوف العروسة، فمية دخلت لغرفة ليا بنتها وهي مرعوبة، وجون قال له إنهم كانوا رموها قبل كده. وهنا الأب بريز مسك العروسة وقال الشيطان ساعات بيستخدم الحاجات دي، وده بس علشان يقدر يسكن جواها ومن خلالها بقى بيأثر على الناس ويسيطر عليهم. فمية سألت هو عاوز بنتي، عاوز روحها؟ الأب بريز قال لهم الشيطان ما يقدرش ياخد روح حد بالقوة، لازما حد يقدمها له بإرادته. فسألوه طيب نعمل إيه؟ عاوزين نتخلص منه. أنا هاخد العروسة الكنيسة وده هيضعف القوة ويمنعها تكمل. فوافقوا على طول وسلموا العروسة، والأب بريز خرج بيها ناحية العربية. في الأول حطها جنبه لكن حس إن في حاجة غلط، فحطها ورا وبدأ إن يسوق. الطريق كان هادي بشكل مرعب، ولما شغل راديو العربية فجأة الصوت قطع. لكن ساعتها هو فهم وشغل آية من الإنجيل لحد ما وصل الكنيسة ونزل بالعروسة. لكن أول ما بص ورا شاف روح أنابيل قاعدة في الكرسي الخلفي، فمشي وهو عند باب الكنيسة بص تاني ولقاها بتبص له مباشرة. وفجأة بقى قوة خفية شدته وقعته على الأرض بعنف ووقع فقد الوعي. ولما العروسة وقعت جنبه شبح أنابيل جه وخدها. المهم بعد لما جون وصل المستشفى شاف راهبتين بيعيطوا، فسألهم وعرف إن الأب بريس حصل له حادثة وحالته خطيرة جدا، ففضل قاعد جنبه مستنيه فوق. وفي نفس الوقت إيفلين راحت لميا البيت، وبعد ما نيموا ليا قعدوا يتكلموا. وفجأة إيفلين بدأت تحكي عن بنتها روبي، فميا سألتها هي ماتت إزاي؟ قالت لها إنهم كانوا راجعين من عند أهلها وحصلت حادثة عربية وبنتها ماتت، وأنا دخلت في غيبوبة وفقت منها بعد 3 أسابيع، وساعتها كنت بتمنى وبطلب من ربنا إنه كان ياخدني أنا بدلها. وأخيرا في المستشفى الأب بريس فاق وبص لجون وقال له العروسة دي الشيطان ساكن فيها، أنا شفت قوتها بعناية، هي عايزة روح بنتك، بس أنت قلت إنه ما ينفعش ياخد روح حد إلا بموافقته وبنت لسه طفلة. الأب قال له صح، بس الشيطان بيعرف يخدع أي حد. فالكلام ده وقع على قلب جون زي الصعقة، وجري بسرعة على التليفون علشان يحذر ميا، لكن الخط كان فاصل. وفي نفس الوقت كان في خبط على باب الشقة، فميا بتقوم تبص من العين السحرية وشافت الأب بريز واقف. ولما فتحت الباب لقيته واقف بظهره وساكت تماما، فقربت منه وقالت له أبونا في إيه؟ بس ما كانش في أي رد. ولما لمست ظهره ظهر لها وش مرعب، واستوعبت ساعتها إن ده مش الأب بريز، ده شيطان ومتجسد في شكله. وفي نفس اللحظة كل حاجة في السفرة بتقع على الأرض، والجرامافون اشتغل لوحده بموسيقى مرعبة، ومن بعيد بنتها بتصرخ. فميا جريت على غرفتها بسرعة، وإيفلين حاولت تكلم جون لكن التليفون كان قاطع إشارة. ولما ميا بتدخل الغرفة بتصطدم، الغرفة فاضية وبنتها مش موجودة فيها أساسا، والعرايس متبعترة حواليها بشكل مرعب. فإيفلين قالت لها لازم نمشي حالا، بس ميا قالت لها وهي بتعيط مش همشي غير لما الاقي بنتي. وفجأة سمعوا صوت خطوات تقيلة من فوق، والاتنين اتجمدوا مكانهم. ولما إيفلين بصت ناحية السلم وشافت ظل، وساعتها قوة خفية رمت إيفلين برا الغرفة والباب اتقفل لوحده. وميا كانت بتحاول تفتحه لكن مفيش أي فايدة. وساعتها هي بتسمع صوت بنتها، ففضلت تدور عليها في كل حتة بس ما كانش لها أي أثر. وساعتها فهمت إن الصوت ده مش صوت استغاثة، ده فخ الشيطان وعمله لها. فوقفت للحظة ولقيت العروسة قاعدة لوحدها على الكنبة، وبصوت مكسور قالت لها أنت عايزة مني إيه؟ ولما دخلت لغرفة ليا لقيت الجدران كلها مكتوب عليها بالأحمر أنا عايزة أروح بنتك. فميا مسكت العروسة بعصبية وصرخت رجعي بنتي، ورميتها على الأرض وضربتها كذا مرة. لكن اللي حصل بعدها كان الصدمة الكبرى. أول ما العروسة وقعت على الأرض اتحولت فجأة ليا كانت نايمة على الأرض ساكتة خالص، ومايا وقفت مش مصدقة اللي شايفاه واللي هي عملته. وفي اللحظة دي حست إنها عملت أكبر غلطة في حياتها، افتكرت إنها موتت بنتها، لكن الحقيقة كل ده كان خدعة، لعبة من الشيطان علشان يكسرها. وبعد شوية بتمسح دموعها بصت تاني على الأرض وما لقيتش حاجة، وساعتها فهمت إن كل اللي شافته كان وهم. وفجأة على الشباك ظهرت رسالة غريبة روحك، والشباك اتفتح لوحده وكأنه بيديها إشارة.
لو عاوزة تنقذ بنتها لازم تضحي بنفسها. وفي اللحظة دي سمعت صوت ليا بتعيط، والصوت ده كان بيقطع قلبها، وميا دموعها نزلت وقالت استني يا ليا، ماما جاية تنقذك. وفي نفس الوقت بقى جون وصل البيت، وإيفلين بتحاول تفتح الباب وبتصرخ على ميا، وجوه ميا كانت قربت من الشباك وشافت العروسة تحت وكأنها مستنياها ترمي نفسها. وجون وإيفلين ساعتها كسروا الباب ودخلوا يدوروا عليها، وفي آخر لحظة جون جري عليها ومسكها وقال لها وبيترجاها ما تعمليش كده. لكن ميا وهي بتعيط قالت له مفيش أي حل، الشيطان عاوز روح بنتي وأنا هقدم روحي بدلها. لكن جون شدها بقوة ورجعها لورا وأنقذها في آخر ثانية. بس في اللحظة دي إيفلين كانت آخر قرار صعب، قررت تضحي بنفسها هي علشان تنقذ الطفلة الصغيرة. فمسكت العروسة بإيديها وشدت السلسلة بتاعتها وبصت لميا وجون نظرة كلها حب، وبدون أي تردد رميت نفسها من الشباك. المشهد كان صدمة ومؤلم جدا، وبعد لحظات ميا وجون بصوا ناحية سرير ليا ولقوها قاعدة عادي. وهنا بقى لعنة الشيطان اتكسرت والكابوس أخيرا انتهى، وبعد 6 شهور حياتهم بقت هادية، ليا عايشة بسعادة ومفيش أي حاجة غريبة بتحصل. وفي يوم راحوا الكنيسة يصلوا، وبعد الصلاة بقى قابلوا الأب بريس وسألهم في أي مشاكل تانية بتواجهوها. فميا قالت لأ، من يوم اللي حصل وكل حاجة هادية، وأعتقد إن الشرطة خدت العروسة. فجون قال بس المحقق كلارك ما قالش كده. والأب بريس بص لهم وقال بكلام جد، الشيطان مش بيقف، والحاجة اللي اتعملت مرة صعب تتدمر بسهولة. العروسة دي فين ما هتروح هتفضل تنشر الرعب. فميا وجون سلموا عليه ومشيوا، بس كانت دماغهم عمالة تفكر في كل كلمة هو قالها. وهنا بقى النهاية الحقيقية، ليه إيفلين ضحت بنفسها؟ الإجابة ببساطة كانت بتكفر عن ذنبها، هي كانت شايفة نفسها السبب في موت بنتها روبي وعاشت طول عمرها بالذنب ده. فلما شافت ميا وجون شافت فيهم حياتها القديمة، وشافت فرصة إنها تصلح الغلطة اللي فضلت تطاردها. الشيطان كان عاوز روح، وإيفلين قررت تقدم روحها بإرادتها، بس المرة دي مش لشر بل علشان تنقذ حياة. والتضحية دي كانت أقوى من الشر نفسه، وبالفعل قدرت إنها تكسر اللعنة. وده كان الجزء الرابع من سلسلة عالم الشعوذة، وانتظرونا في الجزء الخامس. سلام.